السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طعميه البيتي اللذيذه، سهله جدا وبسيطه وهتوفر علينا كتير، وكمان في الدقايق هنجهزها في الخلاط او في الكبه وبكل سهوله هنجهزها. مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود، مش هتتكلف حاجه خالص. ده غير اننا طبعا ضامنين نظافتها، منقيين الفول بنفسنا، وكمان الخضره غسلينها كويس جدا، ونظافه الزيت دي اهم حاجه. احنا عارفين طبعا ان المطاعم بتستخدم الزيت كذا مره، بتقلي فيه كتير جدا، وده غلط ومش صحي. يلا بينا على طول نشوف المكونات بتاعتنا ونبدأ نحضرها. علشان نحضر الطعمية الجميلة دي، انا كل اللي استخدمته ربع كيلو من الفول المدشوش، ربع كيلو بس، نقعته من بالليل للصبح، ده بعد ما نقيته كويس طبعا وغسلته. وبصلاية متوسطة قطعتها 4 تربع، وحوالي 6 أو 7 فصوص من الثوم، ونص حزمة من الخضرة مشكلة. استخدمت بس الكرات والكزبرة. وكمان معايا معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وكوباية هستخدم منها على قد ما احتاج كده من المية، ممكن ما احتاجهاش طبعا كلها، وهنشوف في الاخر هنستخدم منها قد ايه. هستخدم محضرات الطعام. ممكن تستخدم طبعا الكاسة بتاعت الخلاط عادي، لكن الكبة ما شاء الله حجمها كبير ففضلت ان انا استخدمها. هحط فيها الفول، مش هحطه على مرة واحدة، اي نعم يعني هفرمه كله مرة واحدة لكن على مراحل. هحط جزء من البصلة، وثلاث اربع فصوص من الثوم، ونص كمية الخضرة اللي معايا، وهبتدي اشغل الكبة. لكن هضرب ضربات متقطعة، يعني هشغل شوية وهريح، اشغل واريح علشان برضو ما تتحرقش. اول ما الاقيها ابتدت تدخل في الطحن كده، هزود برضو كمية تانية، وطبعا معايا الاسباتيولا والمعلقة بنزل الجوانب، وهضيف المية يعني معلقتين معلقتين كده علشان ما تعصلكش وتشتغل وتلف معايا كويس وتبتدي تطحن الطعمية. ولو عايزه الطعميه بتاعتك تطلع فاتحه وزي اللي بنشتريها كده من بره، ما نكترش الخضره. فانا هستخدم للربع كيلو ده حزمه، نص حزمه بس، نص حزمه كده من الكزبره ومن الكرات. طبعا انتوا عارفين ان روح الطعميه في الكرات بيديها طعم مميز وجميل، فانا هستخدم بس الكزبره وكرات، هو اللي هيأدي الغرض، وهتبقى فاتحه وجميله. وهفضل اضرب فيها لحد ما تبقى هشه خالص، احس انها نعمت وبقت هشه خالص، تشبه كده العجينه اللي بنشتريها من محلات الفول والطعمية. شايفين كل ما بضرب كل ما لونها بيفتح. هي كده تقريبا بقت جاهزة. انا حطيت كمية الفول على مراحل، وكل ما بحط كمية من الفول بحط باقي البصلة وفي بقية الثوم والخضرة، وبضرب. والمية ما استخدمتهاش كلها، انا استخدمت نص كوباية بس، وهوريكم في الاخر بقية الكوباية وكمية المية اللي فضلت. بفضيها بقى في بولة. طبعا انا ما حطيتش البهارات، بعد ما بضرب الطعمية كلها وبتتفرم كلها تماما، فضيها في بولة، وببتدي بقى اتبلها بالملح والبهارات. هحط معلقة الملح الكبيرة والكزبرة والكمون، وهقلبهم كويس جدا، هخلطهم. ممكن طبعا احط شطة. ودي المية اللي فضلت، استخدمت بس نص الكوباية، كده بقت تمام. طبعا مش هقلل الكمية دي كلها، ما شاء الله كبيرة، الكيلو تقريبا لو وزناه دلوقتي هنلاقيه نص كيلو بعد الإضافات. هعبي كيسة من الطعمية تنفع مرة تانية فطار أو عشاء، وهتطلع كيسة حلوة حجمها كبير، يعني ما شاء الله تعمل طبق كبير. هحطها في الفريزر، والباقي ده هروح بقى بيه على الطاسة وهبتدي أقليه. هنقليها في زيت غزير زي ما انتوا عارفين، كأننا بنقلي بطاطس بالظبط. بس الزيت يكون سخن، وههدي النار علشان تستوي من بره كويس ولونها ما يغمقش بسرعه، في نفس الوقت من جوه تكون مستويه، ما تبقاش لسه معجنه. هحط الكميه اللي انا عايزاها، ومعايا طبق من السمسم، هعمل نصها ساده ونصها بالسمسم. وخدي بالك الطعميه ما بنقلبهاش كتير، يعني بحطها في الزيت وبصبر عليها شويه لحد ما احس انها ابتدت تلون من تحت، بالشوكه كده بالراحه خالص، باجي من الجنب وبروح قلبها على الناحيه التانية، بصبر عليها دقيقتين كمان بتكون خلاص استوت، وبطلعها على طول. ومش لازم احطها على مناديل، انا بصفيها بالمصفى بتاعه البطاطس، وبطلعها كده على طبق عادي وبقدمها. فاتحه وريحتها خطيره، غير انها طبعا مستويه وطعمها لذيذ جدا جدا. مقاديرها مظبوطه، ولا فكت ولا اتفتفتت في الطاسه زي ما بنشوف. كتر الخضره، يعني في ناس كتير بتقول بنعمل الطعميه وبنلتزم بالمكونات، لكن بتفك وبتبوظ، بتفك من كتر الخضره. في ناس بتزود الخضره بتفتكر ان كده تبقى صحيه، لكن هي في الحقيقه بتبقى مش حلو، بتبوظ، بتغمق جدا وبتفك كمان، وبتطلع طعمها مش حلو. وده شكل الطعميه بعد ما خلصناها، طلعت كميه وفيره. وكل ده من ربع كيلو بس من الفول المدشوش. شوفوا شكلها من جوه، فتحت لكم واحده اهي مستويه جدا وفاتحه، فاتحه من بره وفاتحه من جوه، وطعمها وريحتها رهيبه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وبشكركم جدا. اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.